هندوقهم مع بعض كده. يعني الأطفال بيحبوا الحاجة اللي يكون فيها ألوان. الطعم اوريجينال اوريجينال اوريجينال، روعة 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 روعة. طبعا الكاستر عايز ايه؟ عايز يتحط تاني في التلاجة. انا بس خليته ياخد وش كده عشان احط عليه البنجر، وبعد كده هدخله التلاجة. البنجر اسمه في بعض الدول الشمندر. تمام كده. فان شاء الله ان شاء الله يحوز اعجابكم وتاكلوه بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي متابعين قناتنا نهم. هعمل معاكم النهاردة فكرة جديدة للبنجر، عشان البنجر مفيد جدا وبالذات للأولاد اللي بيجيلهم أنيميا، والكبار برضو، ومفيد جدا للشعر ومفيد جدا للبشرة، وليه فوائد عديدة، في فيتامينات وفي معادن وفي كل حاجة. يعني ربنا خلق لنا حاجة جميلة جدا، كل حاجة ربنا خلقها لنا جميلة جدا وفيها كل الفوائد. فاحنا عايزين ايه؟ نزغلل عينين الولاد كده وايه، ونفرحهم ونخليهم يقبلوا على اكله بطريقة كده ايه جذابة. هنعمل النهاردة الكاستر بجناش البنجر. تمام كده. يبقى اللون الوان بقى كده اصفر واحمر وكده، وهنشوف هنعمله مع بعض ازاي بطريقة بسيطة جدا ان شاء الله تعجبكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف معانا ايه. معانا بنجر متقشر ومتقطع صغير. تمام. اهو البنجر اصلا قبل ما يتقشر او يتقطع. تمام كده. ومعانا 3 كوبايات او 3 مجات حليب او لبن. تمام. ومعانا الكاستر، هناخد على كل معلقة على كل مج معلقة كاستر. تمام. الكاستر اهو، والكاستر بالفانيليا، بس هضيف له ايه شوية فانيليا تاني. ومعانا السكر حسب الرغبة، يعني انا هحط على كل معلقة على كل كوباية معلقة سكر. تمام. وهحط على البنجر معلقتين سكر. تمام. نشوف هنبتدي نعمل ايه. انا طبعا ما سلقتش البنجر عشان عايزاه يحتفظ بالقيمة الغذائية بتاعته والمية بتاعته، يبقى كل حاجة موجودة فيه، مش عايزة اهدر منه اي حاجة. تمام كده. انا حطيته دلوقتي في صينية او في يعني طاسة او حلة زي اللي يعجبك يعني. دول 3/4 مج سكر. هاخد منه حوالي معلقتين للبنجر. تمام كده. والباقي هيبقى الايه، هيبقى للكاستر. بقية السكر هيبقى للكاستر. دلوقتي انا هرفعه على النار. انا دلوقتي رفعته على النار بعد ما رشيت عليه السكر. تمام. وهنسيبه بقى يستوي براحته. هنعمل مع بعض دلوقتي الكاستر. اول حاجة هنضيف اللبن. اول حاجة هنعمل مع بعض الايه الكاستر بتاعنا. دي تاني كوباية، دي تالت كوباية او تالت مج. تمام كده. والسكر بتاعنا حسب الرغبة. انا حاطة كوباية الا ربع لكل حاجة، للبنجر وللكاستر وكله. نحط دلوقتي السكر، اللي عايز يزود سكر يزود. والكاستر خدت 3 معالق من دول، من معالق الاكل يعني، 3 معالق ل3 مجات اهي. تمام كده.
والفانيليا. واللي عايز يستعمل سكر دايت ممكن يستعمل سكر دايت في اي حلويات او اي حاجه حلوه بتعمليها، يعني اي حاجه حلوه بتعمليها ممكن تستبدلي السكر الابيض بالسكر الدايت. تمام كده. انا هرفعه على النار لغايه ما نوصل للقوام المناسب اللي احنا عايزينه. البنجر بتاعنا اهو لسه على البوتاجاز وانا موطيه عليه النار ياخد راحته خالص في السوا. تمام. احنا مش عايزينه يتهري، عايزين يبقى ليه قوام يعني مستوي كده. البنجر بتاعنا خلاص اهو استوى، بس استوى ما اتهراش، يعني احط الشوكة كده يطلع لي على طول. لازم يكون محتفظ بالقوام بتاعه. اهو الكاستر اهو قرب ياخد القوام اللي احنا عايزينه الكريمي. تمام كده. اول ما يطلع فقاقيع كده ويبتدي خلاص يغلي هطفي عليه. تمام. خلاص اهو ابتدى يغلي ويطلع الفقاقيع اهي. خلاص انا هطفي عليه. هبتدي دلوقتي اغرف الاطباق بعد ما الكاستر خد القوام اللي احنا عايزينه والبنجر خد السوى اللي احنا عايزينه. تمام. هنبتدي نحط الكاستر. دلوقتي انا هغرف الكاستر في الاطباق كلها وبعدين هسيبه يبرد خالص وبعدين هنشوف هنعمل ايه. انا حطيت الكاستر في التلاجة شوية عشان يبرد. تمام كده. وهضيف له دلوقتي الجناش. احنا عايزين البنجر يبقى فوق الوش، يعني ما يغص جوه في الكاستر. تمام كده. كده مع بعض واحدة واحدة. تمام كده. دول حوالي بنجرتين كبار. تمام كده. انا هكمل التزيين وارجع له. تمام حبايبي كده انا زينته اهو وحطيت له شويه جوز هند وشويه عين جمل كده حسب اللي عندك يعني. تمام. هو البنجر هو الجناش اصلا يعني، بس يعني انا زودت حاجات بسيطه عليه. تمام كده. ويبقى كده الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يا رب تجربوه ويعجبكم بإذن الله. وإن شاء الله إن شاء الله إلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.